تعالي اقولك على فكرة هتضحكي بيها على عيالك، وهتعملي فراخ مشوية زي بتاعت برا ويمكن احلى كمان. هيكون معاكي فراخ حسب الحجم المتوفر عندك، دي حوالي كيلو 900. ماشي، هتكوني غسلها كويس جدا وسايباها بحالها زي ما انت شايفة كده، متقطعهاش. هنبدأ اللي احنا نغزها كده بالسكينة، وهنتبلها بقى تتبيلة حلوة جدا، وهقول لكم انا هشويها ازاي. ما تنسوش بقى تصلوا على سيدنا محمد، وتعملي سبسكرايب للقناة. ويلا بينا اقول لكم الطريقة. دي بصلاية كبيرة مفرومة، معايا بهاراتي ملح فلفل توم بودرة، كاري، بهارات، فراخ. تمام. فراخ مشوية سهلة وبسيطة جدا بإذن الله، هنشويها في الفرن. هنحط البهارات على البصل. تمام. مكونات سهلة وبسيطة جدا. بعد ما حطينا البهارات على البصل، هيكون معاكي معلقة عسل نحل ابيض، ده بيخلي الفراخ يبقى طعمها حلو في الشوي، وكمان بيديها لمعة كده وانتي بتشويها. ماشي. ايه كمان هنحط عليه؟ هنحط صويا صوص، ده بيبقى مع برضو في تتبيلة الشوي سواء بقى لحمة او فراخ، برضو بيدي تيست عالي قوي معاكي في الشوي. اظن مفيش اسهل ولا كده، يعني اسهل من كده في تتبيلة شوي الفراخ. طبعا في مكون واحد بس هو ما كانش عندي، زبادي، علبة زبادي. لو متوفرة عندك بتحطيها مع المكونات دي، بس انا الصراحة ما كانتش متوفرة عندي، فاكتفيت بالمكونات اللي انتم شايفينها دي. خلاص. هنجيب الفرخة بتاعتنا اهي. وهنبدأ بقى بالخلطة اللي احنا عملناها الجميلة دي. تبدأي ايه تحطي بقى ايه البصل بقى بتاعك ده تحت الجلد كده، علشان ايه الفصوص بتاعت الفراخ تطعم بيها يعني. ماشي. طريقة سهلة وبسيطة طبعا، وانتي بتشتغلي كده وبتتبلي الفراخ، بتبقي مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. الفراخ بقى حسب حجمها، يعني انا الفرخة دي عشان هي الفراخ مش كبيرة قوي، فقعدتها بالظبط ساعة وربع. ساعة وربع كانت مستوية وزي الفل. بس لو كبيرة طبعا بتفضلي تنغزيها كده بالسكينة لغاية ما بتشوفيها اللي هي استوت معاكي. خلاص. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة واللايك الجميل منك. بعد ما تبلت بقى الفراخ بتاعتي اهي، هنجيب بقى الصينية. والحامل ده بتجيبيه من اي، يعني اي بتاع مستلزمات ادوات منزلية رخيص، يعني انا كنت جايباه تقريبا ب15 جنيه، بس ده يعني بقاله عندي يجي سنتين مثلا. هنوقف بقى الفرخة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا عندك هنا الكبدة والقنصة والقلب والحاجات دي، انا طبعا بتبقى ادمان اساسا، لان هي بتاخد من طعم الصوص اللي بينزل والتتبيلة، فبيبقى طعمها حلو جدا. خلاص. هنعمل ايه تاني؟ بقية التتبيلة اللي باقية معانا، هندعك الفرخة كده ايه بايدينا كده، علشان تتشرب من التوابل اللي احنا حاطينها. هي توابل بسيطة جدا، بس انا عايزة اقولك توابل الفراخ دي تحفة ما شاء الله. انا سبق وقلت لكم قبل كده اللي انا كنت بجيب بهارات بتاعتي من محل هنا في بورسعيد في شارع 100 اسمه حراز. بهاراته حلوة جدا جدا ما شاء الله، ونضيفة، يعني حاجة كده ما شاء الله حلوة قوي. خلاص. بعد ما ظبطنا الفرخة الحلوة المتينة دي، طبعا الفرن بتاعي كان سخن عشان اول ما احط الفرخة تبدأ اللي هي ايه تستوي بسرعة. في حاجة خطوة واحدة بس هنعملها قبل ما نحط صينية الفراخ. هتكوني جايبة معاكي مية، هتملي القاع بتاع الصينية مية كده، عشان طبعا المية دي هتطلع بقى بخار على الفراخ وتبدأ تستوي معانا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد معايا ساعة وربع، وهوريها لكم بأمر الله
في نهاية الفيديو فراخ مشوية هتبقى في قمة الجمال. يلا بينا نحطها في الفرن، وخليكم معايا محدش يروح في اي حتة. اهم حاجة الكومنت واللايك والسبسكرايب للقناة. يلا بينا نروح نحطها ونرجع ان شاء الله بعد ما تستوي اوريها لكم في نهاية الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا منظر الفراخ ما شاء الله حلو جدا جدا. بصوا اخده لون جميل قوي. عايزه اقول لكم الطعم كان حكايه. عيالي والله العظيم انهبلوا على طعمها. البصل، بصوا البصل شكله تحفه. طبعا زي ما قلت لكم انا غزتها بالسكينه عشان اعرف استوت ولا لا. طريقه سهله جدا وبسيطه جدا. بتبداي تقطعيها بقى وبتقدميها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطي لايك واعملي سبسكرايب للقناه.